قول ما بدوك. حسي احنا طوال نخش موقع الجزيره ونراسلهم ايميل نقول لهم خالد العيسر ده سنه 23 دي كان بيدافع عن القوات المسلحه بالمجان، حيطلعوا لك القروش. انت كان بيدفعوا لك قروش وما زال. يعني حسي اللقاء بتاعك ده دافعين لك فيه $600، انت وزير بيكون دفعوا لك 1200. صح ولا غلط؟ قول ما دفعوا لك. انا دايرك تطلع تقول ما ادوك اي حاجه في اللقاء ده. لازم في المراسلات بتاعت المكتب الاعلامي حقك قناه الجزيره المدير المبيعات حقهم ده مدير المبيعات بيكون اتصل واتفق معاهم على القروش والمواعيد والحلقه بكم، اطلع اقول ما ادوك قروش. دي واحد. قال في ناس بيدافعوا عن القوات المسلحه بيدفعوا لهم قروش، والمشكله وين؟ يعني انت الزول ده بيجي بياكل ذخيره مثلا، طلع الزول ده خلى شغلته بقى متفرغ لدعم القوات المسلحه، قام الجيش اداه قروش. المؤسسه بتاعت الجيش دي انت قايل لي نبذه انه القروش بتاعت القوات المسلحه دفعوا لفلان واشتروا لعيبه. حاضر، هسه زي ما القوات المسلحه اشترت السافانا ده ما بقروش. هسه السافانا اللي انت بتدافع عنه ده ولما زنقوك في حميتي قلت لا حميتي وضعه خاص، هسه السافانا ده ما دافعين له قروش. انت قال جبنا زي والله اشتريناه وحياة الله اشترينا زي ما اشتريناك انت. والله انت هسه شغال مجان. في ناس خلى الشركات في اوروبا. كامل ادريس ده من 2012 ما شغال. منو اللي خلى شركته في اوروبا ده؟ الزهلين به وبتتمنى نخلوا بيوتهم وعرباتهم في اوروبا وجايين هنا شغالين مجان. ولا شفت يا حجه قبل 3 يوم قلت لك اي وزير يجي يقول لنا انا شغال لكم صخره وانا والله متبرع بمرتبين، قول له ما دايرينك تدينا الورقه بتاعت المرتب دي رقم 20 رقم 19 بينبذوك يقول لك انت القوات المسلحه بتدفع لك ما مؤسسه وكلنا جيش. البرهان ده قاعد ياخد مرتب ولا ما بياخد مرتب؟ قاعد الجيش ده ذاته شغال مجان؟ لا. الجريح بتاع القوات المسلحه ده شغال مجان؟ المستنفر ده مش عنده حاجه 100 مليون كل شهر؟ المستنفر المجاهد المسمينها مال الخلافه ده ادوك قروش تخلف بها اهلك. الشهيد في القوات المسلحه ما بده قروش؟ ما في حاجه اسمها حقوق الشهيد؟ ما في حاجه اسمها منظمه الشهيد؟ بتدفعوا لاولاده ليه؟ الجيش بيدفع لاولاد الشهيد ليه؟ ليه؟ ما زول ده واجبه تدفع له. تشوف اي زول معلم في البلد دي في الكوكب تدفع عليه. بيدعم القوات المسلحه تجيبه، لسانه سمح تجيبه، زول معلم تجيبه، انت اختاروك مجان؟ النبذه وين؟ حسي قال الناس اللي بيجوا بورسودان يدفعوا لهم قروش عشان يدفعوا دعم يدفعوا لهم قروش. يخلي هو ذاته جابوه بورسودان ده ما خلى شغلته. ما ده برضه كان حيكون في اوروبا وفي السعوديه وفي الامارات، خلى اي حاجه عشان دعمه للقوات المسلحه ضاقت عليه. قام الجيش قال له تعال بورسودان بنأجر لك وندفع لك مرتب ونأجر لك عربيه وادعم القوات المسلحه. المشكله وين؟ انت زعلان؟ النبذه وين هنا؟ انا ما فاهم النبذه وين؟ النبذه وين؟ هل انت مرتبك الشهر ده ما شلته؟ مشيت انت بريطانيا دي في خلال الشهرين كم مره؟ كده طلع جوازك الدبلوماسي وريني انت كان راجل قطعت لك تذكره واحده. التذكره اللي جابوك بيها بورسودان دي ذاتها انت ما كنت قاطعها، قطع لك الجيش. احنا طبعا الكاهن ده لما نختار حاجه احنا بنصلحها. اول مره هو مشى جابك شبكته القوات المسلحه والنقاط قايل لك انت زول. البرهان طبعا يعني ما عنده رؤيه، ورؤيته في النهايه ظهرت انه الناس 3 سنه شابكاك السخوي هسه اتفضحت واتكشفت على حقيقتك. انت محلك ما هنا، محلك مع الجنجويد. وانا جيت قبل فتره كنت بتمسخر فيك بقول لهم يا اخواننا لو حصل تشكيل وزاري وشالوا الإعيسر ده انتوا من تصحوا الصباح هتلقوا في قناه العربيه. اول حاجه برنامج الصباح مع الوزير المستقيل خالد الإعيسر، بالظهر فقرة أسرار البورسودان مع الوزير المستقيل خالد الإعيسر، المسا بودكاست مع الوزير حيحش نحش اقسم بالله العظيم وحياة الله ده حسي هو ده الحالة وزير. جا قال الجيش مشتري اعلاميين، ما يشتري الجيش مشترين انت قاعد يدفعوا لك هنا. اي الجيش يدفع لنا وين المشكلة؟ دافع من جيب ابوك؟ جايب النائحة والمستاجرة يجيب نائحات مستاجرات ويجيب جونات ويجيب فنانين ويجيب اعلاميين. ما في حاجة اسمها الاعلام العسكري. تقال بيجيبوا فيها شنو؟ بيجيبوا فنانين وكتاب وشعراء ويلبسوا كاك ولعيبة كورة. هاي ما ده ضريبة الوطن والجيش يدفع لك. هاي يدفع كراعه فوق رقبته. تقال القروش قاعدين يشيلهم جيب البرهان. انت زعلان كده؟ زعلان مالك انت؟ النبذة وين حسي؟ شغال شنو انت يا فلان؟ والله انا داعم للقوات المسلحة. ده شغلك؟ هاي ده شغلي. فاتح بيت هاي فاتح بيت بتاكل منه. هاي باكل منه.
دعمك للقوات، داعمين للقوات المسلحه. النبذه وين؟ انا داير افهم النبذه وين؟ انت حكومه ما منتخبه، انت بالمناسبه مخالف للدستور والقوانين. شغال وزير العينك من انت، ما المفروض تكون وزير مدني معينك عسكري. انت ما المفروض تكون شغال كده، انت المفروض تجي بانتخاب. فانت زيك زي الناس اللي بينادوهم ادعموا الجيش، اقفوا مع الاعلام بتاع جهاز الامن بتاع الشرطه، دي مؤسسات بتاعت الدوله المواطن يدعمها. يعني دي دار المواطن ينحرف ولا شنو؟ وانت قال الفساد بيجي من وين؟ نوعك ده بيشتروه ليه؟ انت بعد اللي عملوا لك ده بيشتروك ليه؟ واتحداك واقسم بالله انه البرهان كان عنده فيك رؤيه، لانه انت بتكون معروض قدام الناس، انت معروض قدام المخابرات. قال احسن نشتري الكلب ده نجيبه ينبح لنا هنا من نطلع برا يعمل لنا فضايح مع الدعم. كان الدعم السريع اشتراك بالمناسبه. ما في فرق بينك وبين شوقي عبد العظيم، ما في فرق بينك وبين رشا عوض، بيشتروك بالمناسبه. وانت ظاهر ومعروف وعارض نفسك. انت شفت الرشاقه اللي بتسوي فيها دي، وعمل فيها الواد الراجل ودار بعد الوزاره اللي لاقينه برا. حتعمل شنو؟ دار تغتصبنا يعني؟ يعني انت دار تعمل شنو مثلا؟ دار تغتصبنا؟ انا ما فاهم شنو التهديد الصاحي للساعه 1 صباحا. والله العظيم انا بس محترم اللي هنا. محترم دار تسب لنا يعني ولا دار تعمل شنو؟ انا دار افهم انت لو ما محترم المنصب ده وبعد كلامك اللي بتقوله ده كنت عملت لنا شنو يعني؟ دار تغتصبنا يعني؟ دخلت الحاجه دي في راسك مثلا؟ لان نفسك الحار ده واضحه في وشك يعني. في ملابسها ما شاء الله ما بتقدر عليهم، والله بيفجغوك، والله انت تجيهم يعني. فانت بعدين حتعرض من السودان وتيجي تقول انا حكشف اسرار بورسودان، حكشف تاخر القوات المسلحه في الانتصارات، هناك تدخلات خارجيه. البرهان ابعد، انت البرهان زحاك من الناطق الرسمي للدوله، انت وزير اعلام ما ناطق رسمي، دي اول مره تحصل. ودي كلها رسائل انك زول باطل سايب وما قدرت تفهم، وانت قاعد على قلبنا وما در لينا يعقوب بتاعت الحدث العربيه حشرت لك، قعدت هي وبلعتك كلامك، وبرضه انت زول ذليل خاضع واطي ما عندك اخلاق، ومشيت رجعت تاني اشتغلتها. ما تقدم استقالتك. البرهان رجع لينا يعقوب وقناه الحدث تاخد استقالتك. انت عامل لينا 13 ماده، 13 مخالفه، فتحت قناتها وانت حسيت انت كلموك قال لك ماشي شكلك الجرسه بتاعتك دي يا اخويا امشي قناه الحدث العربيه وطلعنا احنا الجيش دافع لنا، ما عندنا مشكله، اصله ما عندنا اي مشكله. لما قائد الجيش يكون شغال مجان يا اخي الشهداء بيدفعوا لهم مرتب الشهيد ما بينقطع بين الجيش. يجيبوا زول من برا وقال يجيبوا بورسودان ويجيبوا كمان نائحه، يعني تتكلم عن نسوان بتلمح لنسوان لاعراض انت خليت لك جنجويد شنو؟ انت خليت لي اعراض السودان شنو؟ عشان هي دعمت القوات المسلحه واعترضت عليك ولا سياستك ولا اعترضت على حكومه تسميها نائحه مستاجره؟ تسميها نائحه مستاجره؟ وبعدين الواحد يقعد يدعم في القوات المسلحه ما تشتغل هي يعني؟ تنحرف زي مجموعاتك اللي بتقعد معاهم. وانت العمل المجموعات بتاعت الجروبات منو؟ ما انت. انا ليش سنه بقول لك انت يومك تمشي بطلع لك حاجاتك، انت ما تتجرس، ما تحاول تعملها ترميها في الناس زي المدرسه اللي عملها كيكل قال الانصراف بتدفع للامارات، وانت راكب لك تاتشر جايبينه لك من جبل علي، مرخص جبل علي، قال الانصراف بيدفعوا له. قلت له امرقك الراجل باطل زيك ما بيمرقها. الما بيتمنن على القوات المسلحه احنا، واللي بيقف مع القوات المسلحه بيروح ودمه احنا، لكن ما في مشكله. دار النايحه دي انت الجيش استاجرها تقعد في الشارع يعني ما تأجر، تجيب قروش من وين حقت الليجار؟